السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، ما يخصكم حتى خير. عودة جديدة مع الروتينات والوصفات. يعني غبت شوية يعني عليكم مع فترة الاختبارات وفوالا جاتنا يعني فترة صعبة، ما قدرتش كامل نوفق بين القناة وبين لي زيكزامان. ما عليش، الحمد لله الدراري هم خرجوا فاكونس ان شاء الله. كما يقولوا عودة من جديد بالروتينات والوصفات كما قلت لكم. يعني هنايا اليوم ندير لكم زوج وصفات يعني اقتصادية تقدري تحضريها في هذا الصيف. عندك هنايا غاتو اقتصادي يجي بزاف بنين. عندنا 125 غرام تاع المارغرين، وضفت كأس غير ربع تاع السكر غلاس، بيان سور السكر غلاس نسيروه. وضفت صفار بيضة وبيضة كاملة. فوالا هادو هما المقادير تاع الوصفة تاعنا، الكاتو تاعنا لنهار اليوم ان شاء الله. يعني تعتمدوا عليه سيتو دوكا قريب قريب العيد الكبير، نديروا حاجة خفيفة ظريفة. ميم هذا الوصفة يقدروا البنات بنياتك صغار تاع 13 14 15 سنة يقدروا يعتمدوا على هذا الوصفة كبداية، يدخلوا للمطبخ إن شاء الله. ربي يحفظهم إن شاء الله وربي ينجحهم. هنايا ضفت ملعقة كبيرة تاع اللافاني وقرصة تاع الملح. هذو هما المقادير. وضفت نص كاس تاع الزيت، بيان سور الزيت نحطو دفعات، ما نحطوش على ضربه واحده. الا ما راكيش حابه ديري الزيت قدري ديري 250 غرام تاع المارغرين مع الاول، وتستغناي على الزيت في الوصفه. ان شاء الله يعني الوصفه تنال اعجابكم. يعني وصفه ما شاء الله، وصفه جات بزاف بنينه وتفتت في الفم. فلا نبدا دوكا نحط في الفارينه. انا جاتني 3 كيسان تاع الفارينه، وزدت ساشي تاع خميره الحلويات بوزن 10 غرام. فوالا العجينه تكون يعني عجينه طريه اكثر من العجينه تاع الصابلي. فوالا البنات يعني ان شاء الله تجربوها سيتو دوكا في لي فاكونس نقلشوا شويه وليداتنا، اي كملنا فتره تاع الاختبارات. قولوا لي نتوما كيش راكم تجوزوا العطله تاعكم؟ يعني مازال يعني ما بديناش، ما دخلناش في العطله بصح خلاص نورمالمون دراري راهم في الدار. شوفوا يعني العجينه كيفاش راهي طريه. انا ضفت لها 2 ملاعق كبار تاع الفرينه باسكو شتها شويه بزاف طالقه روحها. فوالا قولوا لي يعني البنات واش رايكم في نسالي الخدامات؟ يعني راني شويه ما عرفتش اسكو نبدا الخدمه ولا ما نخدمش. ما عرفتش اسكو نوفق بين الدار ونوفق بين الخدمه برا. الخدامات راني حابه نسحقكم كامل في الفيديو هذا. يعني قولوا لي كيفاش راكم ديروا، كيفاش راكم وين تخلوا وليداتكم، كيفاش راكم منظمين وقتكم. يعني اللي عندها تجربه ماذا بيا تفيدني بها. هنايا حطيت العجينه تاعي في الثلاجه مده 10 دقائق هكا باش ترتاح. بعد ما تجازوا 10 دقائق نبداو نشكلوا في الكريات التوعي. يعني كل كرية بوزن 23 ولا 24 22 غرام كما تحبي. فوالا بديت كامل نوزن في العجينة تاعي، ومن بعد نبدا مع الاخر نشكل. تقدري ديريها كريات ولا تاني تقدري ديريها اصابع تاع اصابع تاع الكاتو تاعكم. فوالا هذه هي الوصفة تاعنا لنهار اليوم، إن شاء الله تنال إعجابكم. وصفة اقتصادية، وصفة سريعة تكمليها مع الوقفة. هذا واش يليق في العيد الكبير، حاجة خفيفة ظريفة باش نشربوا برك الحليب ولا طبل تاعنا تولي بريزونتابل كي يجونا ضياف. ان شاء الله عيد مبارك وكل عام وانتم بخير ان شاء الله يا ربي. يفرحنا بالنتائج تاع الوليدات.
يعني تعبنا بزاف بزاف معاهم. ان شاء الله التعب تاعنا ما يروحش هكذا برك. هما تاني هذا الفصل الثالث يعني كيما راكم تلاحظوا يعني دراري بزاف تعبوا بزاف. الفصل الثالث جاء بزاف بزاف سريع، يعني صغير بزاف. دقيقة دخلوا داروا دروس رابيدمون، دقيقة فروض، دقيقة اختبارات، يعني الفصل جاز فيه رمشة عين. فوالا دونك ربي ينجحهم، والمقبلين على شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط إن شاء الله يا ربي. ربي يكون معاهم، وواحد يسمي أورغانيزي برك روحو. هذه هي. فوالا نكمل كامل الكمية ونشكل الجاتو تاعي، نديرهم أصابع وندخلهم هنايا الفرن. ديجا راني شعلته، دونك ندخلوها الفرن على 160 درجة، نطيبوها من التحت ومن بعد نزيدو نطيبوها من الفوق. يعني التحميرة كما تحبوا، كاين اللي يحب يحمرها من الفوق وكاين اللي يحب يخليها بيضة كما تحبوا. المهم يعني الوصفة ناجحة 100%. للتزيين انا درت هنايا 2 طابلات تاع شوكولا، وزدت ضفت 2 ملاعق كبار تاع الزيت، درتهم فوق حمام مائي. وهنايا ضفت كاوكاو محمر ومطحون هكا خشين، يعني ما ديروش رقيق. ضفته في الشوكولا ونبدا نزين الكاطو تاعي. فوالا تقدروا ديروا من الفوق بار اكزومبل لا كونفيتور، ديروا نوا كوكو تاني تجي بزاف بزاف هايله. انا مع الاول حبيت ندير نص هكا شيكولا ونص نوا كوكو، ما لقيتش لا كونفيتور، ما كانش عندي في الدار، دونك خلاص درتو كامل هكذا شيكولا. تكملوا كامل الكميه بنفس الطريقه، يعني طريقه سهله ما فيهاش تعقيد ولا. ان شاء الله جربوا الوصفه وقولوا لي في التعاليق الى جربتوها، واعطوني رايكم في القناه، يعني واش راكم حابين تشوفوا، واش ما راكوش حابين تشوفوا. ماذا بيا تعطوني يعني افكار، سيتو هذا لي فاكونس اعطوني افكار باش نبدا نحط في القناه ان شاء الله. نشوفوا يعني الجاتو تاعنا في طبق التقديم. شوفوا يعني كيفاش خارج، يعني بسم الله ما شاء الله. ما تضحكوش على لي كيسات، كل الكيسات واللون تاعها والشكل تاعها معليش ما فيها باس، رانا في الدار بين وليداتي ما فيها باس يعني. فوالا هذا هو هذه هي الوصفه تاعنا لنهار اليوم. ان شاء الله تنال اعجابكم، وان شاء الله تهبطوا في التعاليق وتشجعوني هكا باش نستمر في القناه. وان شاء الله القناه يعني في الشروط تاعها هكا باش خلاص نسمى نديرها المراجعه. نروحوا للطبق، يعني درت طبق بزاف بزاف بنين وبزاف اقتصادي وكملته ليه يعني الحمد لله. هنايا درت شويه زيت في المقله، ودرت بصله كبيره و3 فصوص تاع الثوم. ضفت هنايا الفلفل اللي قطعته شويه صغير. يعني هذه أفكار يعني لأطباق صيفية تقدري تعتمدي عليها في هذا الصيف. عبالك بلي في الصيف نحبوا غير حاجة خفيفة وحاجة تبرد لنا، ما نقدروش نديروا لي صوص، ماشي لي صوص هذوك الطواجن واسمو. دونك هذو هما الأفكار اللي تقدري تعتمدي عليها. هنايا ضفت الملح، وهنايا ضفت البولي اللي ديجا طيبته ديجا مع واحد القراطة. درت كمية كبيرة وخليت نص وفتته هنايا. يعني تقدري ديري بلونت بولي وديري شوية زيت وشوية فلفل أسود، شوية كركم، شوية كمون، تخليه هكا يطيب وحده. وتضيفيه هنايا تضيفيه للطبق تاعك. هنايا درت شوية تاع الماء باش هكا ما تحرق ليش الوصفة تاعي. فوالا نبدا دوكا ندير ملعقه صغيره تاع طماطم مصبره، نخلط كلش مع بعض. ان شاء الله يعني هذه الوصفه تجربوها وتنال اعجابكم، يعني وصفه صيفيه واقتصاديه وتكمليها ليه يكون العشاء تاعك واجد.
فوالا نكمل كامل ندخل الطوماطيش. وانا نحب طماطم مصبره، نحب نقليها على نار هادئه باش هكذا تنحى القروصيه تاعها. اما بالنسبه للتوابل هنايا درت فلفل اسود ودرت كركم، فوالا، ودرت هنايا توابل مخصصه للدجاج، وضفت تاني بابريكا بيان سور، حطي بابريكا يعني المقطع، يعني راح لي المقطع هنايا. نخلطوا كلش مع بعض، نخليه يتقلى كما قلت لكم دائما على نار هادئه باش هكذا التوابل يدخلوا في البصل تاعنا وفي البولي تاعنا. هنايا نبدا نمرق، ديري برك شويه الماء ماشي بزاف، ما تمرقيش بزاف، نخلوه يطيب على نار هادئه. في هذه المرحله تاني تقدري ديري الزيتون، ديريه تاني، تضيفي الزيتون يعني يجي بزاف تاني بنين. هذه هي الوصفة تاعنا لنهار اليوم، وصفة صيفية واقتصادية وتكمليها ليه ليه كما يقولوا. هنايا حضرت بطاطا طيبتها في الزيت بيان سور، نضيف كامل الكمية كل واحد والكمية اللي هو حاب كل واحد على حسب أفراد العائلة. فوالا ضفت كامل الكمية تاع البطاطا، ندير بزاف البطاطا، الله يبارك، عائلة ب5 أفراد الله يبارك. دونك وشتو البطاطا كي ديريها في الزيت يعني سبحان الله ما تخرجش بزاف، دونك ضاعفت الكمية هكا كل واحد وياكل حقه. نبدأ نخلط كامل المكونات مع بعض باش هكا البطاطا تدخل في لاصوص تاعنا وتشرب النكهة تاع التوابل تاعنا. وهنايا نبدأ نضيف البيض. أنا درت 3 بيضات، فوالا 3 بيضات، ودرت لها شوية ملح وشوية فلفل أسود، ونحطها فوق البطاطا تاعي ونقص عليها النار قليلة ونغطي عليها هكا باش طيب البيض تاعي. هذه هي الوصفة تاعنا لنهار اليوم، ما شاء الله تنال إعجابكم. يعني درنا وصفتين. الوصفة اليوم الأولى هي قاطو إن شاء الله تعتمدوا عليها في رمضان، في باردون في العيد الكبير إن شاء الله. والوصفة هذه تاع وصفة العشاء، يعني حاجة خفيفة ظريفة. بعد ما طابت لي البيضة تاعي، هنايا حطيت الفرomاج رابي، يعني هنايا اختياري، اذا كان عندك فرomاج حطيه، الا ما كانش عندك بلا ما تحطيه. فوالا نخلي الفرomاج تاعي يذوب على نار قليله. دوك تشوفوا يعني هاولي كيفاش خرج، يعني بسم الله ما شاء الله. خرجت وصفة بنينة واقتصادية وكذلك دقيقة تكمليها. هذه هي الوصفات تاعنا لنهار اليوم. ان شاء الله تعجبكم الوصفتين، وما تنساوليش تهبطوا للتعليقات من تحت، كتبوا لي تعليق شباب كيما نتوما، وديروا لي لايك والاشتراك في القناة هكذا باش نكبروا القناة ان شاء الله باذن الله. شوفوا يعني الطبق كيفاش خرج يعني بسم الله ما شاء الله، بزاف بزاف بنين. كما قلت لكم الا حبيتوا تزيدوا زيتون يجي افضل وافضل. ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم.